إنه مثل المختار لامين يامال هنا ليبدأ حقبة جديدة لبرشلونة. إنه لاعب شارع بعقلية شخص من لاماسيا. إنه عبقري. ظهر لأول مرة في سن ال15، انضم إلى الفريق في غضون موسم واحد، كان يقدم أداء بمستوى كاف لاختياره كلاعب أساسي في بطولة أوروبا من قبل إسبانيا. كان اليورو هو الوقت اللي زي ما تعلم اكتشف فيه العالم من هو. مستوى الانتباه الذي لديه نعم خارج عن المألوف. أذهب إلى الشارع، القميص اللي تراه أكثر هو لامين يامال، وهذا في الواقع مذهل. هي ليش فقط عندما يلعب لبرشلونة، كنت في بطولة أوروبا عندما كان يلعب لإسبانيا وكان الأمر نعم إنه مستوى مختلف تماما. انه سريع جدا، يعرف كيف يراوغ، يسجل الاهداف. انه لاعب شارع، الشيء انه شخص تعلم كرة القدم من خلال لعب الخماسيات في حي بيجد طريقه بالمراوغة. هذه المهارة الخام اللي من الصعب حقا العثور عليها، ثم إذا وضعت هذا النوع من المهارات في لاماسيا حيث لديهم هيكل وطريقة لعب، فهذا هو المسار الذي اتبعه لامين يامال، انه لاعب شارع بعقلية شخص من لاماسيا. هو جيد جدا في المواجهات الفردية، يعني يمكنه التغلب على أي مدافع، يمكنه تركهم خلفه بحركة بسيطة أو انطلاقة سريعة. لم يتمكن أي مدافع حتى الآن من معرفة كيفية إيقافه. فما يميزه هو أنه صغير جدا، واستمتاعه بكرة القدم لا يزال نقيا جدا، أنه بارع جدا فيما يفعله، لكنه لا يضطر إلى إجبار نفسه على ذلك، أنه فقط هو والكرة عند قدميه، وهو يتألق في مراحل يستغرق فيها اللاعبون الآخرون سنوات وسنوات وسنوات ليشعروا بالراحة. اتخذ تشير من القرارات الجيدة في كثير من الأحيان. عندما يكون الأمر تمريرة يعطي تمريرة، إذا كان الأمر يتعلق بعرضية يقود بالكرة. إنه لاعب يستمتع حقا باللعب، وهذا شيء أعتقد أن الفريق قد نسي القيام به. يمكنك التنبؤ بما سيفعله، وهذا شيء كان مفقودا في الفريق. التفسير الوحيد هو نعم التعليم. لاماسيا والله برشلونة لما كان صغيرا جدا جدا جدا، والعديد من الاشخاص اللي مشاهدوه منذ صغره يقولون انه يمتلك شيئا من ليونيل ميسي، لكن اعتقد انهم كانوا يخشون قول ذلك. لا ينصفه أو يعطيه حقه دائما مقارنته بميسي. بالطبع المقارنات لا مفر منها إلى حد ما، نظرا للقدرات التي أظهرها في سن صغيرة والمركز الذي يلعب فيه وأسلوب اللعب الذي يمتلكه. هو يشعر بالفخر حقا بمقارنته بميسي، وكان ميسي مثله الأعلى، لكنه لا يريد أن يتحمل هذا الضغط، وأعتقد أنه من العدل من الجميع في برشلونة ألا يضعوا تلك التوقعات عليه. أول شيء أنا أقوله دائما هو أنه زبيان تكون حذرا، يجب أن تكون حذرا من الوقوع في المقارنة، ومع ذلك في كل مرة تقع في المقارنة لأنه مشابه جدا جدا للشخص اللي لا يمكن تسميته ليونيل ميسي، إنه هو مشابه جدا في المسؤولية، في البرود، وفي براعته، أيضا الحسم. أعطوني الكرة يا رفاق، سأفعل شيء. هذه هي الجودة اللي تحدد فقط العظماء الحقيقيين في الرياض. أذكر أن ميسي كان بهذه الأهمية للفريق عندما كان عمره 17 عاما، لكنه ربما يشبه نيمار أكثر من ليونيل ميسي، أو مزيج من كلا اللاعبين. إنه يضيف أيضا لمسة نيمار، هناك حركة لطيفة، تمريرة جميلة، يريد أن يسلي الناس. يدعم النادي كثير لدرجة أنه يبي الأفضل للنادي، لذلك إذا كان ذلك يعني أنه سيبقى وبزر أسطورة وسيظهر للعالم من هو مع هذا القميص، يمكن أن يكون ربما بنفس